السلام عليكم ومرحبا بكم في عالم الحكايات الشعبية اللي فيه كنرجعوا لزمان الجدات والجدود، وفيه غادي نسمعوا حكايات عامرة بالمغامرات. هاد الحكاية غادي نحكيها لكم اليوم، قصة غريبة وعجيبة وقعت في زمان البعيد. يلا نبداو ونسمعوا ونعيشوا التفاصيل مع بعضياتنا. كان يا مكان في قديم الزمان، حتى كان الحبق والسوسان والملك ملك الرحمن، ونزيدو نصليو على نبينا العدنان. يا سادة يا كرام، يا سياتي، على ما حكاو ناس زمان، كان في واحد البلاد بعيدة وكانت كبيرة بزاف. كان كيحكمها امير شاب سميتو حسن. كان الامير حسن معروف بالحكمة والعدل ديالو، وكان كيعاون الفقراء والمحتاجين ويرد الحق للمظلومين. وفي وسط القصر ديالو كان عنده واحد صاحبه سميتو كريم، اللي كبر معاه من الصغر. كانوا بحال الخوت، لكن الفرق اللي كان بيناتهم ان الامير حسن كان قلبه نقي وصافي، وكريم كان طماع من صغره. وفي واحد النهار من ايامات الله، وصل عند الامير رسول غريب وجايب ليه رسالة مكتوبة على جلد غزال، وقال ليه: يا مولاي، في بلاد بعيدة ورا الجبال كاين كهف كبير وعجيب، فيه من العجائب والغرايب اللي تخلي الانسان مذهول. فيه كنز كبير وعظيم واللي فيه يتعد ما يتم، ولكن الطريق ليه صعيبة واعرة بزاف، وما يوصل ليها غير اللي قلبه شديد وعامر بالشجاعة والقوة. وهاد الرسالة راه فيها الخريطة ديال الطريق. الامير فكر وقال بصوت عالي: بلادنا محتاجة لثروة باش نكبروها ونحسنوا حياة الناس. غادي نخاطر انا ونمشي، ولكن خصني شي حد اللي يمشي معايا نثيق فيه ونتونس معاه باش يرافقني. دارو شاف كريم وقال ليه: ما كاين ما احسن منك، انت اللي كنثيق فيك وعزيز عليا. كريم اللي قلبه معمر بالطمع مخبي مور واحد الضحكة صفرة عامرة بالغدر، وقال ليه: معاك مولاي حتى الموت. ولكن في قلبه كان كيقول: هذه هي الفرصة ديالي، جات حتى لبين يديا، غادي نغدر بك في وسط الطريق ونولي انا هو الامير. يا سيادي، صباح الصباح وجمع الامير وكريم كل ما يحتاجوه في هذا السفر، وانطلقوا في الرحلة ديالهم، ومعهم 3 ديال العسكر باش يحميوهم في الطريق. أبدا الطريق والمشقات ديالهم، عبروا الصحاري القاحلة وكانت الحرارة بزاف. وبعد أيام ديال المسير في الصحراء القاحلة، العسكر عطشوا بزاف وتسالى لهم الماء، وكانوا قراب يموتوا وصبرهم سالة. لكن الأمير قسم معاهم الماء اللي عنده، وقال الكريم: الصديق الحقيقي كيشارك كل شيء، حتى الماء وسط الصحراء. ضحك كريم: ايها مولاي، عندك الصح، ولكن في قلبه كيقول: غادي نشارك معك حتى هذا الكنز. يا سيدي، بعد طريق طويلة وشحال من شهر وصلوا لواحد الجبال. الطريق كانت فيهم ضيقة وخطيرة بزاف، والمنحدرات كانت غارقة لدرجة صدى الصوت كيرجع. كريم زلقت ليه رجله وكان غادي يطيح، لكن الامير كان قريب ليه وشدو بيده وقال ليه: انا هنا معاك، ما تخافش، ما نخلي حتى شي حاجه تاذيك الا جات فوق الجهد. كريم عوض ما يشكر الامير سها وبدا يفكر، وبدا يقول في خاطره: وكان طحت كنت غادي نجرك معايا، ما تخافش. في هذيك الليله كانوا في واحد الواحه صغيره ناصبين فيها الخيمه. كانوا جالسين وفي وسطهم شاعلين النار كيدفاو بيها.
ما حسوا حتى داروا بهم القطاطعية. العسكر حاولوا يقاوموا، ولكن كانوا قلال بزاف قدام هذيك الجماعة ديال القطاطعية. الامير كان نبيه وقصد الزعيم ديالهم نيشان وواجهه بالسيف ديالو، ودخل معاه في هجوم قوي بزاف. وكريم هرب وتخبى مور واحد الشجرة كبيرة، خايف وحاضي من بعيد شنو واقع. ومن بعد صراع طويل ما بين الامير وهذاك الشاب اللي كان زعيم القطاطعية، اتغلب عليه وقتله. القطاطعية غي شافوا الزعيم ديالهم مات، هربوا ومشاو. ومشى الامير قاصد كريم وقال له: فين كنت محتاجك معايا. نعم مولاي، كنت حاضي الصندوق ديالنا. مولاي، راه الصندوق فيه الزاد والذهب، كون خداوه كرة ما نلقاوش باش نكملوا الطريق، وإلا ما قتلوناش هما غيقتلنا الجوع. الامير تاق به وشكرو حيت كان حريص. ولكن المرة الجاية في المواقف الصعيبة نبغيك تكون في جنبي. لكن كريم كيقول في خاطره: ما جيتش معاك باش نوقف معاك، جيت باش ناخد الكنز ونرجع بلا بيك. نعسوا هذيك الليلة، والصباح كملوا طريقهم حتى وصلوا لواحد الواد. هذاك الواد كان مسكون، كان واد مظلم بزاف حتى في وضح النهار، فيه شي اصوات غريبة، الريح كتصفر بحال كتغوت، والشجر كان طويل وغصانو ملوية بحال شي ارواح ولا اشباح. كريم دخل ليه الخوف في قلبه وقال: مولاي، هاد الواد راه كيخلع بزاف، خاصنا نرجعو قبل ما نموتو فيه. لكن الامير غوت عليه وقال: الخوف كيقتل الاحلام، ما جيناش حتى لهنا ودوزنا كاع هاد العذاب والمغامرات في الطريق باش دابا ترجعوا خاويين. ما غادي نرجعوا الا والكنز في يدينا مهما كلفنا هادشي. اسكت كريم. وفي وسط الواد تما خيمو حدا واحد العين ديال الماء. كريم بدا يمثل انه صافي ما قدرش يكمل، وطلب من الامير يحمي الصندوق حيت صافي ما قدرش. الامير على نيته قال: انت صاحبي اللي كان تيق فيك، غير خليه حداك. امرك مولاي، والله يطول في عمرك. وقال في خاطره: الثقه ديالك هي ضعفك، وغادي نطيحك هاد الليله. ايوا يا سيدي. في نص الليل وكل شي ناعس، ناض كريم كيتسلت وقصد جهة الامير، هز في يديه خنجر. كانت كل خطوة محسوبة وقلبه شاعل بالحقد والطمع. وصل حداه وقال بهمس: الوداع يا صاحبي العزيز، العرش والكنز غادي يرجعوا ليا. لكن النار اللي كانت شاعلة عكست ظل كريم على الارض. الامير كان الحدس ديالو خبرو على شي حاجة غادي تطرى. ناض بالزربة وشد يد كريم اللي كانت غادية تطعنو، وقال الكريم: كيفاش قدرت تخوني، انا اللي كنت نعتبرك خويا؟ كريم تلف وقال: مولاي غير الطمع اللي عماني، سامحني مولاي، سامحني. الامير شدو بقوة وقال ليه: الطمع كيكون عند ضعاف النفوس، غادي نرجع بك للقصر باش يعرفوك الناس على حقيقتك، وتكون عبرة الكل واحد يفكر في الخيانة. ربطوه العسكر وخلاوه في الواد. كملوا هذيك الليلة، والصبح شدوا طريقهم للكهف، وهو خلاوه تما حتى يرجعوا ليه من بعد. أبقى كيطلب ويرغب: عافاك مولاي، ما تخلينيش في هاد الواد المسكون، عافاك مولاي. هذا غادي يكون جزء من العقاب ديالك، والجزء الثاني فاش غادي نرجعوا للقصر. ايوا يا سيدي. مشاو وكملوا الطريق، والطريق كانت طويلة وبعد مصاعب كتيرة اخيرا وصلوا للكهف ودخلوا ليه. كان مظلم بزاف وفيه طرقان ضيقة. الامير طلب من العسكر يبقاو بجنبه وما يبعدوش عليه.
كانت هذيك الممرات متشابكة بحال شي متاهة، كيوصل لهم الطريق مسدودة. خاصهم يحلوا الألغاز المنحوتة في الحيط باش يلقاو الطريق. ايوا الفطنة ديال الامير بدا كيحاول ويعاود حتى فك الرموز ودازو من ديك الطريق. شدوا الطريق المظلم الثاني وبداو يواجهوا خفافيش قاتلة وعناكب كبيرة حمر عينيهم ما شافت بحالها. بقاو مقاتلين معاهم حتى دازوهم. العسكر بقاو يغوتوا ها هو الكنز، ها هو الكنز. لكن الامير كان ذكي واكتشف ان هذاك مجرد سراب. وقف العسكر وقال لهم هذاك سراب ماشي حقيقي، وراه من بين الاسحار اللي كاينين في هذا الكهف هاد السراب اللي كتشوفوا، وغتشوفوا بزاف ديال الحوايج اللي ماشي حقيقيين. من الاحسن سدوا عينيكم. شويه وهو كيشوف ناس كطلب المساعده، ولكن كان متاكد بلي ماشي حقيقيين. كملوا طريقهم وعينيهم مسدودين الا الامير اللي كان كيشوف، حتى وصلوا للكنز الحقيقي وفتح ليهم عينيهم. لكن كان عنده حارس قوي، كان قوي بالسحر افحال الجن، كبير وعملاق. الامير قال للحراس اللي معاه رجعوا للظهور وتخباو، وبدا كيراقب الجن وكيشوف كيفاش كيتحرك واش عنده شي نقطة الضعف. الامير لاحظ كتبة فوق ظهر الجن وبدا يحاول يقراها وهو بعيد. حاول بزاف عاد يقدر يشوف هذاك الرمز. الامير من بعد ما قراه اجلس وبدا كيفكر، وتفكر باللي سبق ليه اقراه في شي كتب قديمه ديال السحر وعنده درايه به. قال الامير لواحد من الحراس انا غادي نقرا التعويضه باش نقضيو على هاد الجن، ولكن انت غادي ترسم رمز في الارض. بعد ما شرح ليه ورسم ليه الرمز مزيان وعلمه كيفاش يرسم بطريقه دقيقه، حيت اي خطا يقدر يكلفهم حياتهم. خرج الحارس وبدا يرسم قدام الجن وهو خايف وكله كيترعد. والامير بدا كيقرا التعويذات بكل قوه. الجن بدا كيغوت وهو كيحس بالضعف. كل ما تعاودت التعويذه بدا كيحس بنفس الاحساس، كيغوت ويعاود وكيحاول يغريهم. لكن الامير والحارس ديالو كانوا شداد وكانوا متيقنين ان هذاك الشيء مجرد كذوب. الجن بدا يغوت ويزيد في غواته وكيحس بالضعف حتى تبخر ورجع دخان وغبر. غير غبر الجن وبدا صمت عجيب في الكهف وهدوء وسكينة. كل شي داكشي اللي كان تما اختفى ولا الكهف شكل كهف عادي ما فيه حتى شي حاجة يقدروا يخرجوا منه بكل سهولة. تابعوا الطريق ديالهم ووصلوا لواحد البيت مظلم. دخلوا ليه بعد ما قراو شويه القرآن وتبهروا بشنو شافوا قدامهم. كنوز عمر عينيهم ما شافت بحالها. كانت ثروات كبيره بزاف من مرجان وياقوت وذهب وفضه، وداكشي عمرو ما كان يطيح على بالهم يشوفوه شي نهار. عملات نادره كاينه تما. بداو يجمعوا ويحملوا حتى ما بقى ليهم فين يزيدوا. وقال للعسكر ديالو هادشي غادي يفرح الشعب ديالي وغادي يبدل البلاد للاحسن ان شاء الله. اتوكلوا على الله ورجعوا، وما نساوش في طريقهم يدوزوا على كريم. دازوا عليه وجابوه. بعد ما لقاو حالته حاله داز عليه العذاب الشديد في الواد المسكون. لقاوه كيبكي وكيغوت مولاي اسمح لي، عمرني ما باقي نفكر في الخيانه. انا تراب تحت رجليك، اسمح لي. هاد العذاب اللي دوزته هاد الايام ما عمرني شفت بحاله ولا عمرني حتى تخيلته. اسمح لي، انا مزاوق في تراب رجليك مولاي، اسمح لي. الامير ما دهاش فيه، عيا كيطلب فيه باش يسامح ليه. لكن قال ليه الخيانه عمرها ما كتنسى،
واللي خان مرة يخون مرات. رجعوا به للبلاد، الناس كلها استقبلت الامير والعسكر ديالو وقالوا ليهم على سلامتكم، فرحوا بيهم وبالكنز اللي جابوا، وكل شيء كيغوت بالشجاعه ديال الامير والجنود ديالو. الامير بعد ما دخل للقصر وارتاح، خرج عند الناس وجمعهم وقال ليهم بصوت عالي: الكنز جبناه، وغادي كل شيء يتغير ان شاء الله، غادي تعيشوا احسن من اللي كنتوا، وغادي نقول لكم دابا وانتم مجموعين على الخيانه ديال اعز واحد على قلبي. حكى لهم القصه كامله وحكم عليه قدام الناس كاملين بالحبس طول حياته في البرج المظلم اللي ما يشوفش فيه الشمس او ما يسمعش فيه صوت الريح. ما قدرش يقتلوه حيت كان من ديما معتبره خوه. كريم تأثر او نهار بعد ما سمع هادشي، حيت كان متوقع من الامير يسمح ليه، وعرف ان حياته صافي سالات. الامير حزن على الخيانه وقال للناس: الخيانه سلاح الجبناء والضعاف، والصديق الحقيقي هو اللي يبقى معك وقت الحزه. استمر الامير في الحكم العادل ديالو بين الناس، وازدهرت البلاد وعاشوا الناس احسن من اللي كانوا فيه، وكل شيء عاش في الخير والخمير. وبداو بلادات اخرين كيسمعوا على هاد الشيء وكيجيو عند الامير ويتبايعوا معاه ويديروا معاه مشاريع، وازدهرت البلاد وعاشوا الناس في امن وامان. الخلاصه يا سيادي والدرس اللي نستافدوه من هاد القصه ان الغدر كيلقاه الانسان حل سريع وطريق مختصر باش يحقق اهدافه بلا ما يفكر في العواقب. الخيانة يا سيادي دليل على الضعف، وهي اللي كتدمر العلاقات والثقة. والقوة الحقيقية هي الأمانة والثبات، حيث النجاح الحقيقي كيتبنى على الصدق والاحترام. وها هي الحكاية تسالات، واللي بغى يتعلم منها العبرة يكون عقله ميزان وقلبه ميزانين. راه الزمان كيعاود والحكاية ماشي غير كلام. تصبحوا على خير ونتلاقاو في حلقة جديدة إن شاء الله.